ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هعمل معاكم بطاطا، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. هنعمل بطاطا هنغيرها، بدل ما هي مشويه هنعملها بطريقه سهله. في ناس بيعملوا البطاطا دي زي قرع العسل، بتبقى مسلوقه وبيهرسوها، وبتلاقيها كذا طريقه. المره دي الطريقه بتاعتي انا هعملها بطريقه مختلفه. انا قبل كده كنت عاملاها في القناه، فقلت اعمل حاجه حلوه يعني، وتغيير يعني عن انها تكون مسلوقه او مشويه. بصوا، هي الطريقه بتاعتها حلوه جدا جدا. دي الصوص اللي طالع منها ده طعمه بيبقى حكايه، يعني الكل بيتخانق على الصوص ويسيب البطاطا. فجربوها هتعجبكم ان شاء الله. في البدايه كده، البطاطا دلوقتي موجوده في السوق، تمنها رخيص يعني، وموجوده، وهي طبعا مغذيه جدا البطاطا ومفيده. وانتي بتنقي البطاطا حاولي تنقي البطاطا تكون كبيره، ما تكونش الرفيعه اللي احنا بنعملها في الشوي او السليق يعني، علشان تبقى معانا محمله وتبقى ما تتحرقش معانا يعني. هاخد البطاطا هغسلها كويس، وبعد كده هقطعها زي ما انت شايفه كده. وانا بقطعها احاول اقطع السمك بتاعي يكون واحد، كأنك بتعملي صينيه بطاطس، بس الفرق انت بتقطعي بطاطا تخليها محمله شويه، بعدين ترصيها. كل اللي انا هحتاجه معايا انا ده كان كيلو ونص بطاطا. ملهاش مقدار معين يعني، انت بتغطي البطاطا بالحليب فملهاش مقدار، بس انا كنت عامله ده كيلو ونص من البطاطا، وكمان حطيت عليهم كيلو حليب. حطيت سكر كوبايه. السكر انت ليكي الحريه، عايزه تزيدي لو انت بتحبي الحاجه مسكره شويه ممكن تزودي او تقللي السكر على حسب مزاجك يعني، بس هي الكوبايه الصغيره دي كانت كويسه جدا يعني. يبقى انا حطيت البطاطا وحطيت عليها الحليب، حط عليها سكر، هحط كمان عليها معلقتين زبده او معلقتين سمنه بلدي. انا حطيت معلقتين سمنه، لو انت عندك زبده حطي، لو انت عايزه تعمليها بسمنه عاديه براحتك يعني. بس طبعا كل ما بتديها طعم يعني زبده او سمنه بلدي بتديكي نتيجه احلى. ورشيت عليها رشه فانيليا صغيره، ما تكتريش يعني فانيليا، وتساوي كده فيها. هي مش محتاجة ان انا ازود اكتر من كده فيها، احط حليب تاني. بس هاخد كل الكلام ده هحطها على النار من فوق لغاية لما تستوي، وهتشوفي شكلها. وانا يعني بعد ما يعني بص انا بسوي كده، احطها على البوتاجاز من فوق تاخد السوا بتاعها تستوي. بعد كده هشغل الشواية في الفرن، وهنزلها على على البوتاجاز يعني من تحت في الفرن، واحطها واشغل الشواية عليها. طريقتها سهلة وبسيطة. لو انتي ما جربتهاش بالطريقة دي قومي جربيها، هتعجبك ان شاء الله. وما تنسينيش بلايك، والسلام عليكم.